السلام عليكم. انا عبد الرحمن الدعمه من جمعيه شك الدبوس. خلينا نتكلم عن مراحل شك الدبوس عموما كانت ماشيه ازاي. يعني احنا اول ما بدانا كنا حمله شك الدبوس، وبعد كده بقينا فريق شك الدبوس، وحاليا جمعيه شك الدبوس. طب ليه المراحل دي ومرينا بيها ليه؟ المراحل اللي احنا مرينا بيها كان في الاول خالص احنا كنا حوالي مثلا 8 افراد او 8 متطوعين كنا مع بعض، كنا كلنا اصحاب في بعض، وبدانا احنا نعمل فكره ان احنا عايزين ازاي الناس تستفيد من حاجه اسمها تبرع بالدم. كانت دي المشكله الاساسيه بالنسبه لنا، ما كانش فيه يعني بالنسبه للاكل والشرب والملابس والكلام ده كله، كانت كلها حاجات انا شايف ان ممكن اي حد ناس كتير بتجيبها من كل مكان، يعني في اماكن كتير جدا بتوزعها، بس كانت المشكله الرئيسيه فعلا هي كانت في التبرع بالدم. فبدانا نعمل حمله شك الدبوس، وقلنا ان احنا يا جماعه هنعمل التخصص بتاعنا هو التبرع بالدم، هننزل نوعي الناس ازاي يعني ايه تبرع بالدم، ثقافه بشكل جديد بطريقه جديده، بحيث ان احنا نحبب الناس اصلا في التبرع بالدم. بدانا في الحمله، كان يوم اول حمله لنا خالص كانت 7/12/2012. اول سنه كنا حوالي مثلا من 30 ل 50 في الرينج ده، الناس متراوحه بتروح وتيجي علينا، اللي هو مش ناس ثابته. بعد كده بقينا قلنا نعمل فريق شك الدبوس. ليه فريق شك الدبوس؟ قلنا ان احنا هنزود بقى الانشطه بتاعتنا شويه، مش هيبقى تبرع بالدم بس، هنزود مثلا معاه اعمار مساجد، هنزود معاه شنط مثلا غذائيه، هنزود معاه مش عارف هنذبح مثلا اضحيه في العيد كده. قلنا بقى هنزود الانشطه كلها بحيث ان احنا نعرف الناس اكتر ايه هو شك الدبوس، وفي نفس الوقت هتبقى حاجه تكميليه ان احنا نقول للناس يا جماعه التبرع بالدم اهو، بناء على الانشطه الثانيه احنا هنستخدمها. قابلتنا مشاكل كتير في خلال الفتره اللي احنا كنا فيها فريق. كل ما ننزل في حته الناس تقول لك انت تبع مين؟ لا والله يا جماعه احنا مجموعه شباب. لا مش نافع. لا طب انتوا ايه الاثبات بتاعكم ان انتوا فريق او ان انتوا نازلين تعملوا خير؟ طب ايه الاثبات بتاعكم ان انتوا اصلا يعني بتعملوا عمليه تبرع بالدم وبتدوها فعلا للناس؟ فجت الفكره من هنا ان احنا يا جماعه طب الشروط دي كلها احنا عايزين ننهيها، عايزين نوقفها. هنعمل ايه؟ قال لك خلاص انت لازم تعمل اشهار تخلي جمعيتك جمعيه مشهره، اثبات قانوني او حاجه حكوميه تثبت ان انت فعلا بقيت حاجه قانونيه او اثبات. فروحنا بدانا نعمل في اجراءات الاشهار. خلينا نقول ان احنا عملنا اجراءات الاشهار دي مثلا حوالي 3-4 مرات قبل كده، وما كانتش بتكمل. الحمد لله ربنا كرم في الوقت ده، هي حاجه من ربنا سبحانه وتعالى ان الموضوع يمشي فعلا وان احنا نبقى جمعيه مشهوره. ان شاء الله الفتره الجايه هدفنا ان احنا نعمل او نصنع كادر شبابي عنده ثقه في نفسه وعنده ويعرف يعني ايه قيمه التطوع في العالم كله. بس فعلا انزل اتطوع وما تقعدش، ما تضيعش الاجازه اللي جايه على الفاضي، ما تضيعش شهر رمضان على الفاضي، استغل الشهر ده. هنعمل ايه في رمضان؟ الانشطه بتاعتنا كلها ان شاء الله هتبقى شغاله. كل فريق او كل لجنه ليها تارجت معين، مطلوب من كل لجنه انها تحقق التارجت ده. الحمد لله الفتره اللي فاتت عملنا استماره تطوع على النت، تمام. شارك فيه عدد كبير جدا من المتطوعين، وده كان غير متوقع تماما ان فعلا العدد ده يبقى مقبل ان هو يتطوع في حاجه زي كده. ودي الحمد لله يمكن بشرى كويسه جدا لا الناس لسه في اقباليه على ده، والناس لسه عايزه تعمل خير. جمعيه شك الدبوس المشهوره برقم 2292 لسنه 2016. المكان بتاعنا احنا فوق عند الكوبري العلوي في اعلى مطعم ملوخيه الدور الثاني. تعالى شوف المكان، تعالى شوف احنا بنعمل ايه اصلا، شوف فكره التطوع، تعالى جرب حاجه جديده. انت مثلا لو انت ما جربتش تطوع قبل كده، لو عندك تبرعات احنا طبعا بنعمل كل التبرعات سواء كانت ماديه او عينيه. المكان بتاعنا ان شاء الله هيكون مكان مختلف ومميز في دمنهور، وهو باذن الله بدايه الانطلاقه لمشاريع ثانيه كتير جدا. هو دي الخطوه الاولى، يعني هو دي اول خطوه احنا بدانا بيها، وان شاء الله باذن الله هنكمل بعد كده، لسه قدامنا خطوات كتير. ولو انت عندك اضافه للمكان طبعا احنا يا ريت لو انت عندك اضافه تيجي تشرفنا في المكان وتقول لنا انا بقترح ان انا اضيف كذا وكذا وكذا للمكان عشان المكان يكبر ويبقى اكتر، يعني ان احنا نقدر ان احنا فعلا نفيد ناس اكتر وعدد اكتر من الناس. حساب البنك عندنا بنك القاهره، رقم الحساب 480 403 775، ده رقم حساب البنك بتاعنا. في ارقام تليفونات، رقم التليفون 010 3 81 6 95، وفي رقم تاني برضو 010 3 81 6 48. ان شاء الله المكان مفتوح يوميا من 11 الصبح ل 9 بالليل، تمام. باذن الله يعني الفتره الجايه عايزين نستقبل عدد كبير جدا من المتبرعين ومن المتطوعين. وخليني اقول لك هو المتطوعين هم الكادر الاساسي في المكان، فلو انت حابب تتطوع فعلا وحابب تعرف قيمه ده يعني ايه، تعالى وان شاء الله باذن الله هنقدر ان احنا نفيدك وان احنا نزود لك حاجه تستفيد بيها بعد كده. شكرا.